ثلاثي الضحك في النادي الاهلي، الكابتن الشناوي والكابتن رامي ربيعه والكابتن ياسر ابراهيم. الحمد لله كسبنا المصري وتصدرنا الدوري وصدرنا الضغط البيراميدز، لكن الثلاثي ده اللي بيعمله في الاهلي بيضيع مجهود الفريق، بيضيع المجهود الجبار اللي بيعمله الفريق هجوميا. كابتن رامي ربيعه الكابتن ابوكا عمل منه شاورما في اول ربع ساعه، والحمد لله انه خرج. بمجرد ما خرج ونزل العش الاداء اتظبط. يعني العش قضى على خطوره ابوكا على طول عشان يبين الضحك اللي بيقدمه لنا رامي ربيعه. الكابتن ياسر ابراهيم في الجون الاولاني بيفوت الكره لصلاح محسن، يعني مش حاسس هو واقف فين ولا مين جاي من وراه ولا مين جاي من قدامه. الكابتن الشناوي جون فخر الدين بن يوسف يضحك، الجون من على خط ال 18، رأسية من على خط ال 18 وبيحرسها لغايه ما تخش الشبكه. ما مش فاهم، وكل كره ترجع له يروح شايطها للعيب من المصري، يعني ولا حد ضغط عليه ولا حاجه، اول ما الكره تجيله يتلخبط. ثلاثي يعني بيهد الفكر الهجومي لعماد النحاس، شناوي ربيعه ياسر ابراهيم. ده مفيش احساس بالمركز ابدا، مفيش احساس بالماتش ابدا. ولولا النهارده ان الرباعي الامامي كان موفق، طاهر ووسام وامام وبن شرقي، ما الماتش ده كان ما كناش كسبناه الصراحه. في شغل كتير لازم يتعمل، ما اشوفش ربيعه تاني في الملعب يا جماعه. يعني العش اضعاف، بيقدم اضعاف الملعب اتظبط لما العش نزل. بقول لك قضى على خطوره ابوكا، كل كره يروح بيها ابوكا رامي ربيعه يتلخبط، كل كره يروح بيها صلاح محسن ياسر ابراهيم يتلخبط. الكابتن الشناوي بيحرس الكره وهي داخله جون ورجع المصري للماتش تاني. وكمان بقى ايه، يعني اول ما الثلاثي ده خرج طاهر ووسام وبن شرقي ونزل ثلاثي برضو بيقدم ضحك اللي هم قفشه وحسين الشحات وجرادي شار، المصري مسك الكره علينا. يعني الماتش اتقلب، انت نازل المفروض الفرقه قدامك منهكه دفاعيا، ما قفشه الكابتن قفشه والكابتن حسين الشحات والكابتن جرادي شار نزلوا قلبوا الماتش علينا. لازم اللعيبه دي تراجع نفسها، في ماتشات صعبه محتاجينهم، اللعيبه دي لازم تراجع نفسها وتراجع ادائها. الحمد لله على الفوز، الحمد لله على الصداره، وان شاء الله تكمل على خير. بيراميدز بكره يقع قدام البنك الاهلي ان شاء الله.